عليها كلام كتير جدًا والفيديوهات مالية الدنيا، كحك على السخن وكحك على البارد، اللي بيحب البارد واللي بيحب اللي على السخن، اللي نفسها تعمل البارد بتاع المحلات الكبيرة الدايب دوب الجميل اللي كلنا عارفينه، واللي عايزة تعمل الكحك على السخن بتاع جدتي ومامتي بقى والروايح والحاجات القديمة دي. أنهو أحلى، أنهو الكحك المضبوط، هاقول لكم كل ده في الفيديو لإننا هنعمل وصفتين مع بعض. الفيديو هيبقى طويل شوية بس تابعوني للآخر عشان هاقول لكم معلومات وكل حاجة إن شاء الله في الفيديو. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس تعملوه على الكل عشان كل ما انزل وصفة جديدة ان شاء الله يجي لكم اشعار بيها وتقدروا تشوفوها اول باول. واللي متابعيني على الفيسبوك شير كتير للفيديو ده ارجوكم. يلا بقى بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجة هعمل دلوقتي معاكم الكحك اللي على البارد. النهارده هعمله بصوا شايفين السمنة دي سمنة اهي باينة اهي سمنة بلدي بقري انا مسيحاها وحطيتها في التلاجة. ودي الزبدة حطيت 300 جرام سمنة و250 جرام زبدة. اي نسبة انت عايزة تحطيها حطيها المهم ان التوتال او المجموع كله يبقى 550. معايا كمان كيلو من الدقيق. معايا 3 معالق او معلقتين من السكر البودرة حسب انت بتحبي الكحك مسكر شوية او دلع براحتك. تمام. معايا 4 معالق من السمسم والسمسم ده انا محمصاه في البيت لسه محمصاه حالا قبل ما اشتغل على طول في الوصفة حتى دافي يعني لسه دافي في ايديا. بيفرق كتير في الطعم لان بيبقى لسه ريحة السمسم كده فيه. شايفين انا بوريكم اهو عشان تصدقوا ان انا محمصاه انا جايباه ني وانا اللي محمصاه على النار كده عشان يبقى ريحته جميلة في الكحك بيفرق كتير. تمام. معايا كمان كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك. معلقة صغيرة على كيلو دقيق من ريحة الكحك. هو معلقة صغيرة من ريحة الكحك على الدقيق وممكن ما تحطيش لو مش عايزة تحطي فانيليا ولا حاجة. معايا كمان ملبن وشوية من المكسرات يعني بديل العجمية مش هعمل عجمية فهجيب ملبن هحط عليه شوية من السمسم. لو انتي بقى مش هتحطي عليه مكسرات هتعمليه سادة كده على طول مش هتعملي فيه اي حاجة. ملبن نوع نضيف كده طري جميل تقطعيه كده مكعبات تاخدي مكعب مكعب وتحطيه في قلب الكحكاية وتقفلي عليه. مش هتعملي اكتر من كده ولا هتحطي له زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة. بس انا عشان هحط له مكسرات ولازم يتعجن كله في قلب بعضه هحط له معلقة كده من السمنة او الزبدة وشوية من السمسم وهبتدي اكسر المكسرات بايديا كده اخليها قطع يعني كبيرة شوية على الملبن. او تعملي عجمية بقى اللي يريحك. عايزة تعمليه سادة براحتك عايزة تحطي عجوة براحتك حطي يعني احشي زي ما انت عايزة مكسرات بس ماشي. تمام. عجنتهم بقى كويس قوي مع بعض. حطي على ايدك حتة سمنة بسيطة كده واعجني عمره ما هيلزق ولا في ايدك جاهز عشان يبقى سهل عندي واحط جوه الكحكاية حتة الملبن على طول ما يعني ما تعبش. هحط اول حاجة الزبدة والسمنة شايفين قوامهم عامل ازاي يعني طالعين من التلاجة. واحط عليهم السكر البودرة. احط عليهم السكر البودرة بس. انا حطيت السمنة والسكر مع بعض عشان هضربهم مع بعض وبعد كده في البولة بتاعة الدقيق حطيت ذرة من الملح والبيكنج باودر وريحة الكحك والسمسم. هقلبهم مع بعض كويس وهبتدي بقى اضرب السمنة مع السكر لغاية ما يدوني قوام كده فوم كده لونهم يفتح يبقى ابيض ويبقى زي كريم شانتيه كده زي ما بنضرب الزبدة مع السكر للبيتيفور او للبسكوت او الكلام ده كله. بعد ما ضربت السمنة مع السكر وبقوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ممكن تعملي الخطوة دي بايدك او بالمضرب الكهربي. هبتدي اضيف بقى الدقيق بكل المكونات الجافة اللي احنا حطيناها عليه مرة واحدة. وهبتدي بقى في اهم مرحلة في الكحك وهي البس. اهم مرحلة في الكحك وهي البس. تمام. افضل ابس كده فيه لغاية ما هوريكم دلوقتي قوامه عامل ازاي. بصوا انا بسيت اهو شوية شايفين بقى كله اختلط ببعضه والخليط مفرول ازاي ده كده غلط. ده كده الكحك هينشف منك او يشقق منك وانت بتعمليه. بصوا لو مفيش عجان على ايدك كده وتفضلي بقى تبسي كده ما شاء الله بتاع ربع ساعة ولا تلت ساعة لغاية ما يعني هوريكي دلوقتي القوام اللي لازم توصلي له يبقى عامل ازاي. لازم توصلي القوام ده. هتقولي لي ما انا قعدت ابس كتير
كملي كملي هتوصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي ده. شايفه؟ بصي بقى الخليط بقى شكله عامل ازاي، واخده بالك بقى من القوام اختلف تماما. لازم توصلي للقوام ده علشان الكحك يطلع مظبوط معاكي ويطلع حلو ودايب، والرسمه بتاعته تفضل ثابته زي ما هي، وكل حاجه فيه تبقى مظبوطه. لازم يبقى كده. شايفين بقى كمان؟ شايفين العجينه تحفه ازاي؟ انا لسه ما حطيتش سوائل ولا اي حاجه. شايفين؟ لو الدقيق مش دقيق كحك وبسكوت، دقيق مش حلو، مش هيبقى كده. لازم تجيبي الدقيق يكون نوع كويس، السمنة جيدة نوعها كويس. بس الثلاث حاجات دول أساسيين في الكحك. هجيب كمان حوالي تلتين كوباية أو 3/4 كوباية من المية الفترة، فترة يا دوبك كده، وهبتدي ألم بيها العجينة. ألم بس. شايفين؟ انا بوريكم ان انا يا دوبك بلم. لو بايدك هتلمي بس العجينه، ما تقعديش تعجني كتير، تلمي بس العجينه وبس. خلاص على كده. خلاص. شايفين؟ انا لميت العجينه اهي. ادي قوام العجينه، وادي عجينه الكحك بتاع المحلات. سهله جدا وبسيطه، مفيش اسهل من كده. لازم توصلي للقوام ده. تاخدي كده جزء من العجينه اهو، تكوريه اهو. شايفين عامله ازاي؟ غطيها بقى كده عشان ما تنشفش، عشان الهواء والعوامل الجوية. ونسيب جزء كده وناخد منه بقى قطعة قطعة، ونجيب بقى جنبنا الحاجة اللي احنا هنحشيها. لو هنعمله محشي او هنعمله سادة اللي يريحك اهو. تمام. وهبتدي اخد بقى جزء كده من العجينة اهي. تمام. كورها كده واعمل فيها فتحة من النص لو انا هحشيها كده بالشكل ده، عشان الحواف كلها تبقى قد بعضها، ما تبقاش الحشوة جاية في جنب وكحكاية في جنب تاني. لازم تبقى في النص بالظبط. لو حسيتي ان هي العجينة كبيرة شوية، خدي منها قطعة، يعني قلليها شوية. اهم حاجة تتاوي الحشوة لما تخش الفرن ما تخرجش من الكحكاية وتبوظ شكل الكحكاية. بصوا بقى عملت بالفورمة بتاعت الكحك اهو، ضغطة كده خفيفة، عملت شكل جميل، ولا الكحكاية شققت ولا اي حاجة، والعجينة كده ملبن في ايديكي. تحفة. شايفين حلوة ازاي؟ وناخد الملبن او العجمية او اي حشوة بقى انتي عايزاها، ونكور كده بالشكل ده، ونضغط بالبصامة او بالفورمة بتاعت الكحك اهي. خلصته هدخله على الفرن. انا مشغله الفرن وانا شغاله. اول ما ابتديت كده اشكل شغلت الفرن. لازم الفرن يكون ساخن، يعني يكون مشغلاه من قبل، وتدخلي ده الصاج على الشبكة درجة حرارة 180. المحشي مش بنحطه على درجة حرارة قليلة، لازم تكون درجة الحرارة عالية علشان يستوي بسرعة، يحمر بسرعة، والحشوة اللي جوه ما تنشفش. ما ينفعش نحطه على درجة حرارة واطية ونهدي النار قوي ونسيبه، لا خليه بقى ايه، يستوي براحته. غلط. اللي بنتي بتسيبيه يستوي براحته ده السادة، سيبيه وهدي عليه النار وسيبيه يحمر ويستوي براحته. انما المحشي بالذات عجمية او ملبن او كمان عجوة، لو عايزة تحشيه عجوة، تكون درجة الحرارة عالية علشان يستوي بسرعة والحشوة ما تنشفش جوه الكحكاية. تمام. شايفين بقى انا خلصت الصاج اهو. تمام. هدخله برضو الفرن، وهوريكم بقى في اخر الفيديو بعد ما خرجناه من الفرن. هنروح دلوقتي بقى نعمل الكحك اللي على السخن الطريقة التانية. يلا بينا. مقاديره برضو سهلة وبسيطة، تقريبا نفس المقادير، تختلف في حاجة بسيطة كده هقول لكم عليها دلوقتي. معايا برضو كيلو من الدقيق، عليه ذرة من الملح، 550 جرام من السمنة. ما ينفعش بقى زبدة هنا لأننا على السمنة هنقدحها، فما ينفعش يبقى فيها زبدة، لازم تبقى سمنة خالص. تمام كده. 550 جرام من السمنة. ومعايا برضو حوالي 3-4 معالق كده من السمسم،
محمصاه نص تحميصه، يعني ما تحمصيش السمسم قوي علشان لما السمنه تنزل عليه وهي مقدوحه ما تحرقهوش يعني يبقى في سمسميه كده محروقه في الكحك ولا حاجه. نص تحميصه وما تحطوش ني، نص تحميصه. تمام. ومعاه برضو معلقتين 3 من السكر البودرة حسب انتي بتحبي السكر كتير او قليل في الكحك. ومعايا كمان 3/4 كوباية مية دافية. ومعايا معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. خلاص. هاخد السمنة بتاعتي واحطها في اي حلة او اي حاجة عندي عشان هاخدها دلوقتي على النار. هقدحها اسخنها كويس قوي وهوريكم دلوقتي تفضل تسخن كده وتتقدح لغاية ما توصل لدرجة ايه. هنعمل اختبار مع بعض دلوقتي عشان نعرف هي وصلت للمرحلة اللي احنا عايزينها ولا لا. هاخد السمنة على النار تتقدح كويس على بقى مجهز بقية المكونات عندي. معايا كوباية إلا ربع من المية الدافية زي ما قلتلكوا. هحط بس عليها ربع او نص معلقة من السكر العادي عشان خاطر الخميرة، واحط المعلقة الصغيرة من الخميرة زي ما قلتلكوا. احط بس بقية الخميرة. تمام. وهقلبهم كده كويس مع بعض واحطهم على جنب. تمام. هجيب بقى اي حاجة عندي تكون ستانلس او ازاز. ما ينفعش اعمل الكحك اللي على السخنة احط بقى السمنة سخنة دلوقتي في حاجة بلاستيك، ما ينفعش خالص. لازم حاجة ستانلس او ازاز. تمام. هحط الدقيق بتاعي واعمل كده يعني اوزع الدقيق على الاجناب كده شويه، وارش رشه البيكنج باودر اللي قلنا عليها اللي هي معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهحط كمان السكر البودره واحط السمسم. كل ده في النص كده مش هقلبه. وهحط كمان معلقه صغيره من ريحه الكحك، نسيت احطها في المكونات. معلقه صغيره من ريحه الكحك. وبعدين هجيب بقى دلوقتي السمنه من على النار. شايفين سخنت جدا، خلي بالكم عشان بتبقى سخنه قوي. طب اعرف ازاي ان هي وصلت المرحله اللي انا عايزاه؟ اخد شويه دقيق كده صغيرين واحطهم. شايفين فاروا ازاي؟ خلاص انا كده وصلت للمرحله اللي انا عايزاها. هجيب بقى الدقيق بتاعي وبالراحه، خلي بالك من ايدك، وانزل بالسمنه. شايفين الفوران؟ بسم الله. هي بقى لما السمنه بتنزل مقدوحه على السمسم وريحه الكحك والحاجات دي كده بتطلع بقى الريحة الحلوة الجميلة بقى اللي كلنا عارفينها دي. اهو فضلت اقلب فيه شوية لغاية ما برد. هبتدي بقى تاخديه على ايدك كده وتبسي حلو جدا. انا طبعا هبسه في العجان. هفضل ابس فيه لغاية ما اوريكي دلوقتي برضو هيوصل لانهي مرحلة. شايفين؟ بصوا بقى فضلت ابس فيه لغاية ما وصل للمرحلة دي. واخدين بالكم؟ شايفين القوام عامل ازاي؟ لازم يبقى كده. خلاص. هشغل تاني وهنزل بقى بالكوبايه الا ربع من الميه الدافيه اللي محطوط عليها معلقه صغيره من الخميره. هتقولي لي طب ينفع حليب؟ ينفع حليب براحتك في الكحك ده او الكحك ده. ينفع حليب زي ما انت عايزه، بس الحليب بيقلل من عمر الكحك وكمان بينشف الكحك شويه، بس عادي يعني بيبقى حلو برضو. لو عامله كميه قليله حطي حليب، عامله كميه كتير او عايزه الكحك يعيش معاكي في مده اطول حطي ميه. شايفين بقى العجينه بقت عندي شكلها عامل ازاي؟ جميله، طريه جدا، وريحتها فظيعه، ريحتها حلوه قوي. هسيبها بقى تريح كده حوالي 10 دقايق، بس اغطيها طبعا 10 دقايق بس، ونرجع نشكلها مع بعض. بصوا بقى جميله ازاي، تحفه. العجينه ملمسها حلو جدا. نكورها بقى كده ونحط فيها حتة الملبن او نعمله سادة زي ما تحبي. تمام. ونكور كده. والكحكايه بقى دي كانت عايزة منقاش،
للأسف بقى يعني كانت عايزة منقاش بقى عشان يعني نمشي على الطقوس بالظبط، بس انا ما كانش عندي بقى منقاش وكان وقت متأخر ومش هينفع ابعت حد يشتري لي منقاش فقلت اعملها بالبصمة بتاعت الكحك وخلاص. اهو شايفين شكلها ولا شققت ولا اي حاجة وشكلها حلو جدا، بس في فرق. واخدين بالكم من فرق الشكل ما بين الكحك ده والكحك ده؟ اهو اخلص برضو الكمية كلها. تمام. وبرضو الفرن طبعا شغال، احطها على الشبكة لغاية ما احس ان اللون كده بقى معايا حلو جميل، هطلعه من الفرن على طول. وما نحركش بقى الكحك، بسكوت، غريبة، بتشوفور، اي حاجة من الحاجات دي ما نشيلهاش من الصاج بتاعها غير لما تبرد. تمام. اهو ده شكله. عملت كمان حبة بالعجوة. ادي صاج الكحك اللي على البارد اهو. شايفين زي ما دخلناه زي ما خرجناه، ورسمته زي ما هي. عايزة تغمقيه شوية عن كده براحتك، انا بحب اللون ده. هو مستوي حلو قوي كده، لونه حلو جدا. تمام. اهي بصوا، شايفين النقشات زي ما هي، ولا فرشت ولا شكل النقشة اتغير ولا اي حاجة، زي ما هي وشكله تحفة. تمام. بصوا كمان السوا بتاع الكحكايه من تحت عامل ازاي، شايفين لونها حلو قوي كده، لونها تحفة، كله واخد نفس اللون ونفس الشكل ومش مكتوم. الكحك جميل. بصوا بقى ده كمان اللي محشي ملبن بالمكسرات اللي عملناه مع بعض اهو. بصوا والمكسرات والملبن طري من جوه لسه اهو، جميل. والكحك بيدوب دوب تحفة. ده الكحك اللي على السخن. طبعا في فرق في الشكل، انتم ملاحظين الفرق. بصوا دايب برضو، ناعم اهو، والملبن طري من جوه وجميل وطعمه تحفة، يجيب لاخر الشارع. بتحبيه كده اعمليه كده. طيب بتحبي كحك المحلات او احلى بقى كمان من كحك المحلات؟ شايفين تحفة. يبقى نعمل الكحك اللي على البارد اهو. طيب الكحك اللي على البارد هيقعد معاكي قد ايه؟ هيقعد معاكي لغاية شهر. اهم حاجة تكوني حطاه في مكان مش فيه صهد او سخونية، وتكون علبة محكمة الغلق، مش اسبوع واحد بس زي ما الناس بتقول، لا ممكن يقعد معاكي لمدة شهر. اهم حاجة تكوني حافظاه كويس. اللي على السخن يقعد معاكي اكتر لو انت عايزة بقى حاجة تقعد معاكي مدة اطول. جربوا الكحك بالطريقة دي هيعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم او استفدتوا منه اي حاجة. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.